هاي راجعلكم فيديو جديد وشقة جديدة. شقة عروسة من قناة أيتن عبده. لو حابين تتابعوها هي رقمها هموت على الشاشة والصفحة بتاعتها اسمها فرش عرايس السويسة. لو حد حابب ان هي تفرش له اي شقة او اي وحدة، جاي لكم بشقة مميزة جدا عشان العرايس تاخد افكار. لو حابة تاخدي افكار كملي الفيديو معايا للاخر. شقة حلوة جدا، مساحتها صغيرة بالرغم كده يعني متميزة بالعفش اللي فيها. هنا الصالة فيها انتري وحاطين لها كده يعني زي ديكورات بسيطة برضو تجمل الشكل، والانتري كان بالنظام البومبي كده. الستارة لطيفة وهادية خالص يعني. لو خدتوا بالكوا هي مفيش اهدى من كده، سيمبل خالص يعني، الشغل كله في البلتكانة. وادي هنا الفوتيه، الاتنين فوتيه. الشاشة عاملينها قدام الكنبة على طول بحيث ان الصالة تبقى واخدة كل القعدة. السجادة كمان كانت منقرشة كده خفيف بنفس اللون بتاع الانتريه، عاملة روح في الصالة. كان في هنا 2 ترابيزة برضو فيهم نفس نظام البومبي اللي هو في الانتريه لو واخدين بالكم. انتريه لونه لطيف خالص ومميز. وهنا السفرة كانت مدورة، ودي يعني كانت افضل من البيضاوية. البيضاوية كانت هنا هتقفل لهم المساحة خالص، وكان عليها زي قرص لفاف كده. احلى حاجة في السفرة والبوفيه ان السطح بتاعها مش زجاجي، يعني كان اللي هو نظام الترخيم دوت. لو عجبك حاجة ما تنسيش تاخديها سكرين شوت عشان تنفذيها ان شاء الله في شقتك. بسم الله ما شاء الله، يا ريت ما تنسوش تقولوا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للعروسين يا رب. دي السفرة اهي. والنيش برضو يعني هو نفس نظام الدائري دوت اللي في الانتريه، والترابيزة كله واخد نفس الكيرف ده. النيش كان بسيط خالص. الرف الاولاني محطوط فيه الكاسات، والرف التاني ظبطوا طقم خشاف كده مع طقم كاسات. والرفين الاخرانيين كان فيهم الطقم الصيني سيمبل خالص، ما فيهوش اشكال كتير. حتى لو تلاحظوا ان ذوق العروسه هنا كان هادي، ما فيش الوان، ما فيش نقوشات كتير في الكاسات، كلها سيمبل ما شاء الله اللهم بارك. والزجاج هنا كان باللون العسلي يعني مش اللون الابيض. حتى المقابض يعني التفاصيل كانت كلها، بصوا التفاصيل كلها نفس يعني واخد نفس لون الانتريه من الظهر. البوفيه طبعا بنفس الشكل اهو. بوفيه لطيف خالص، وفي 2 مراية دائرية طعموهم بس بالشمعدانات ديت. ودي كده الاجمالي كله بتاع السفرة، الشكل الكامل للصالة. مبهجة ولطيفة يعني، مفيش شغل كتير، بس هنا اتخدمت ان هي اتحطت السفرة وحطت بوفيه وحطت نيش وكمان انتريه في مساحة صغيرة. كل حاجة ظبطيها بالمقاسات هتطلع زي ما انت عايزة بالظبط. ندخل هنا على الحمام. بصوا اللهم بارك، يعني هو حمام طولي كده ما فيهوش شغل كتير. الحوض عادي، حوض زي الحوض العادية، ما فيهوش وحدة تخزين او حاجة، مفيهوش اي حاجة. بس هم هنا كل فكرة حاطين بدل الوحدة اللي هنا حاطينها على جنب كده في كورنر يعني لو انتي الحمام بتاعك متصمم جاهز ممكن تقدري تعملي الوحدة ديت بدل ما تغيري الحوض او كده. ادي هنا
هنا هما كانوا مزوقين لها الباب بالطارة بتاعت كتب الكتاب كده. يعني خلي عندك افكار، اي حاجة تنفع تعملي بيها ديكور اعملي طبعا، ما تردديش. ادي دي غرفة الاطفال، برضو غرفة لطيفة خالص، كل حاجة اللي فيها هادية، كل شغل الهادي. الحركة الوحيدة اللي انا شايفاها في السجاد والورق الحائط اللي ورا السرير بس. ستاير برضو كده شيفون هادي. وبصوا ده الكنار اللي مربوط بيه الستاير برضو، يعني قيم شوية، يعني شكله لطيف ما شاء الله. ادي سريرين يعني على شكل سحاب كده، لو واخدين بالكم هو السرير متقسم اتنين يعني. كل سرير فيه نص سحابة والكومود واخد النص اللي في الجنب اللي في النص كله. ده كده العسكري بتاع غرفة النوم، بس هما بيقولوا ان هما ما لقولهوش مكان فحطوه هنا. شكله لطيف برضو يعني، ما قالش لا. شكل الأوضة. وادي السجاد. الدولاب حلو خالص ما شاء الله. ابعدوا بقى عن الاشكال الالعاب والعرايس والكلام ده كله اللي في غرف النوم، لان بعد فتره بيبقى شكلها مش حلو يعني. مش هي اصلا دلوقتي بقت شكلها مش حلو، فخليكوا في الحاجات الهاديه خالص هتبقى احسن ليكوا. بصوا هنا بقى الدولاب ما شاء الله كان معمول بحساس كده، بتقربي له الليد بينور. ودي هنا رصة الملايات. انا كنت بقص الدواليب من جوه عشان اختصارا لوقت الفيديو، لكن لو ده هيفيدكم يا ريت تقولولي في الكومنتات بتابعوني منين، وقولولي لو حابيني اجيب لكم رصات دواليب تاني او كده عرفوني برضو، وانا هجيب لكم اكتر من كده. ولو برضو مش عايزيني اقصها قولولي وانا مش هقصها، يعني انا سايبها لكم المره دي كده عشان اخد رايكم بس. بصوا هنا حاطين الكوفرتات اهي، تبصوا بشكل كده لطيف خالص. ودي الملايات مطبقين ملايات عادي خالص، بس في ملاية منهم اللي عليها شغل واخدينها كده من اول للاخر ومبينين الرسمة بتاعتها مع فوط الاطفال على جنب. فده كله بصوا مدي بهجة كده في الدولاب، يعني يبين ان هو الدولاب عروسة فعلا. نفس النظام من تحت في الكوفرتات يعني. الشغل كله واللعب كله في ان انت تظهري جمال القطعة اللي انت شارياها، تظهري جمالها ان هي تبان كده، فما تيجي تفتحي الدولاب في الاول هيبقى ليها بهجة كده يعني. نفس النظام هنا اهي الملايات، حاطين برضو ملاية عليها اليونيكورن دوت، حاطينها وعاملينها وظاهرينها. ما شاء الله هي فكرة الدولاب لطيفة خالص اصلا يعني. الليد اللي في الدولاب ده شكله لطيف. مش عارفة بقى اذا كان هيكون عملي او لا. لا لو حد عنده يا ريت يقولي. دي هنا باقي الاطقم حطينا كده يعني. لحاف وجنبه تاني لحاف بس بطريقة عكسية او كوفرتا، مش شايفة كويس اهي جنبها كوفرتا، ايوه جنب اللحاف. والكنار دوت هما بيشتروه بيزينوا بيه، تقدري من اي حد تشتريه برضو، اي حد بتاع خياطة عندك بقى، العتبة عندك، اي حد بتاع ادوات خياطة هتلاقيه بكل سهولة يعني. اهم حاجة ظبطي كده الشغل بتاعك عشان الشقة بتاعتك تطلع لطيفة. اهو نفس الكنار ده بيتباع برضو. اهو هنا ظاهرين الشراشيب كده. متهيألي هو اسهل حاجة ان انتي ترصي الاطقم بتاعة الملايات والفوط وكده، هتعرفي تعمليهم بيتهيألي يعني بكل سهولة. اتفرجي على فيديو 2 و3 وادخلي قناة ايتن عبده، هتستفادي جدا جدا من الحاجات اللي بتنزلها، وان شاء الله هتعرفي تعملي كل الحاجات اللي هي بتعملها ان شاء الله. ولو عندك بقى امكانية وحابة تجيبيها فهي هتظبط لك كل الدنيا دي كده كده. دي باقي الطقم وهو باقي الاطقم.
ما شاء الله، الله اكبر. ما تنسوش دعوة حلوة بقى للعروسين، ربنا يبارك لهم في حياتهم الجديدة كده، ويا رب تتهنى بشقتها ان شاء الله. من شكل الأوضة كده كلها، دي شكل الأوضة كلها. ندخل بقى على المطبخ. هنا بتوصف ان الفيشة ديت يعني عاملينها مطلعينها كده من بره وخرمين لها في اليونت، الفيشة بتاعت التلاجة. المطبخ لونه لطيف ما شاء الله، يعني انا من محبين الالوان المطبخ الابيض، بس المطبخ دوت يعني عجبني لونه، يعني لطيف ما شاء الله، يعني حلو خالص ما شاء الله. ما فيش زحمة كتير. دي طقم التوزيع كده بجنب والصواني باللون الجولد، يعني رد اللون الجولد اللي في ظاهر المطبخ، اللي زي المطبخ، يعني شبيه للمطبخ. وحاطين هنا الأطقم، الشاي والسكر، وميكرويف عليها زرعة ايكيا. ودي الخوص كده مع بوت الزرع الحلو خالص ده. ودي التوابل الدواري، مفيش اي حاجة ملهاش لازمة لو تاخدين بالكو، منتهى السيمبل بصراحة. كل حاجة محطوطة هي ليها لازمة وليها استخدامها. ما تعمليش بقى دوشة كتير وكده، خليكي بسيطة. الشياكة في البساطة يا جماعة والله. حاطط لها هنا من فوق الخلاط والحاجة بقية الحاجات اللي هتستخدمها والمضرب. دي هنا كانت ضرفة كده زي النيش، حاطط لها الحاجات اللي هي هتستخدمها. بس مش هينفع تدخل النيش، زي الازاز وطقم القهوة. وفي نفس الوقت مدية شياكة مع المطبخ. ادي هنا طقم العشاء وطقم كاسات برضو. عارفين يعني العرايس بيجولها بقى ناس كتير في الاول، فلازم تخلي الاطقم اللي انت تستخدميها قريبة عن ايدك. وادي هنا طقم عشاء كمان اهو، مع باقي الكوبايات الاستخدام. حاجة بسيطة وما شاء الله، يعني ما تضغطيش نفسك، هاتي الحاجات اللي هتستخدميها وخلاص، ما شاء الله هتتبسطي يعني. بدل لو عوزتي بعد كده تجيبي تاني هاتي، يعني بدل ما تجيبي حاجات وتلاقيها زيادة عن استخدامك. وادي هنا حاطط لها باقي الحاجات فوق، الحاجات اللي هي مش هستخدمها دايما، يعني حطها بعيد عن ايديها. التلاجة كانت ماركة وايت ويل. بفل اسمه ايه، مش متذكرة، يا ريت تذكروني اسمه ايه التانك المية ده، اسمه ايه. هنا حاطط لها طقم الحلل، ومن تحت الطقم بتاع الاستانلس مع اطقم الكنك الاستانلس كمان. ودي الغسالة اللي جي. الادراج اهم حاجة يا جماعة، الادراج والله الادراج بتشيل حاجات كتير قوي انتي تتخيليها او ما تتخيليهاش، يعني ما تستقليش بان انتي تعملي دراج. اعملي دراج على قد ما تقدري، يعني زودي دراج براحتك، هتستفادي جدا بصراحة. ادي هنا اليونت دي حاطين فيها الانبوبة، عاملينها طبعا خرطوم طويل يوصل لحد ورا. عندي برضو كنت عاملة قبل ما ادخل الغاز، كنت عاملة نفس الفكرة ديت، يعني لو انت عايزة تحطي البوتاجاز تحطيه في اي حتة انت عايزاها، مش شرط، وبس بتجيبي خرطوم طويل توصليه براحتك. ندخل بقى على اخر حاجة، هي غرفة النوم. لو تلاحظوا الشقة مساحتها صغيرة خالص،
مش كبيرة، وفي نفس الوقت فيها كل الاحتياجات اللي هي محتاجاها بصراحة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحفة يا جماعة ما شاء الله. بصوا نفس الفكرة بتاعة الدولاب ونفس الليد، بس هنا يعني ظاهر اكتر حساسية او كده، مش عارفة. بصوا التسريحة لطيفة خالص، جميلة ما شاء الله لا قوة الا بالله. حتى برضو الست اللي هي اللهم صل على النبي، حاطه الحاجات اللي هي بتاعت بوس ام بادي وحاجات اللي هي بتستخدمها عامه يعني، بس مش حاطه كركبه كتير على التسريحه، يعني هي اكيد عندها، بس اللي عجبني ان هي مش حاطه كل حاجه للعرض، يعني هي حاطه الحاجات اللي بس هتستخدمها. بصوا دي المفرش رقيق خالص. احلى حاجه في المفارش بتاعت اليومين دول ان هي رقيقه كده، يعني مش اللي هي العاليه خالص زي بتاعت زمان ديت. دي احلى حاجه فيها، تقدري تستخدميها بكل سهوله تاني فيما بعد. السرير حلو خالص. وادي الدولاب. لو وصلتي لحد هنا متنسيش تتابعيني في القناه وتسيبيلي كومنت قمر كده زيك. بص الليد ده متركب فين. عرفوني لو عايزين افكار تاني وشقق تاني، انزل لكم تاني لو حابين. ادي هنا يعني الفيديو بس ببين لكم التفاصيل قوي. ادي الملايات. بصوا حاطين برضو من هنا ومن هنا الكنار اللي هو بيتباع دوت بالمتر من الجنبين. حتى لو الملايات ما فيهاش شغل، تعرفي تعملي الشغل ده بنفسك، يعني مش صعب ان شاء الله. ادي الفوط عاملينها برضو عكس عكس كده. وبكده يكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.